إذن بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء هذا اليوم وصلت 22 حالة إصابة إلى مشفى القنية في ريف جسر الشغور. جميع هذه الإصابات هي كانت جراء انهيار المباني المتصدعة في الزلزال السابق. مع الدكتور أحمد خطيب مدير مشفى القنية ليحدثنا عن هذه الإصابات التي وصلت إلى المشفى. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. وصلنا 22 إصابة الحقيقة، ما جميع بسبب انهيار أبني، في منها كانت بسبب الهلع والسقوط نتيجة تدافع بسبب الهرب من الزلزال، والحمد لله إصابات معظمها خفيفة. اضطرينا ندخل واحد على غرفة العمليات فقط عنده إجراء عمل جراحي، وفي 3 مرضى بحاجة لتدخلات عظمية رح يصيروا بعدين مشفى دربوش، لأن احنا ما عندنا عظمية الحمد لله. ما تبقى الإصابات مستقرة، لا يوجد وفيات، لم نبلغ عن أي مصابين أو إصابات تحت الأنقاض. دكتور، الإصابات اللي وصلت معظمها من بلدة القنية؟ وصلنا إصابات معظمها من بلدة القنية ومن بلدة اليعقوبية جنب القنية، وجدنا إصابة من مدينة جسر. من مناطق جسر الشغور 22 إصابة يعني فينا؟ لا من القريتين فقط، من القنية واليعقوبية، وفي ضاف إصابة من جسر الشغور، إصابة من زرزور. الإصابات اللي وصلت كلها إنه جروح وجراء زلزال؟ لا، حتى ما سمعنا في حالات إغماء صارت هاي المرة. في 5 كسورة. لا، ما بحسب لك، ما احنا بدنا الإصابات اللي جت إصابات رضية، 22 إصابة رضية، منها 4 كسور، ومنها إصابات جروح بالوجه، ومنها إصابة رضية على الصدر، وفي بعض الإصابات خفيفة، كدمات خفيفة. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. إذن لندخل لقسم الإسعاف. هنا دخلت الإصابات التي جاءت التي تعرضت للإصابات من الزلزال. مرحبا خالي. نعم خالتي، احكي لي شو صار معك؟ يا أخي، أنا أقول لك يعني اليوم أنا جوا، أنا وابن عمي وجوزي، ما سمعت غير صار يطقطق السقف. قمنا بسرعة وقعت. لما وقعت اجت ايدي تحت وضرب راسي بالحيط. هذا اللي حسيت، صرت اسحف عجرياتي لو وصلت لبرا على الشارع. هذا صار معي. الحمد لله على سلامتك يا الله خالتي. يسلمك، الله يخليك. هذا صار معي. شو صار معك حاليا؟ اضرار ايدك؟ ايدي اجت هيك على الحيط، ورمت ايدي بقى، ما بعرف. هلا بدنا نصور بنشوف بجوز تكون مكسوره، ما بعرف تكون. العافيه يا خالتي. الله يعافيك. الله يعافيك. اذا حتى اللحظه هذه 22 اصابه وصلت الى هذه المشفى. لا نعلم اذا كان هناك اصابات اخرى في مناطق ادلب الاخيره.